امبارح كانت ماسكه كيس وماشيه تلم فلوس من الناس، وبتقول لهم انا عايز اجيب علاج لواحده مريضه الكلى. بقالها يومين ما خدتش العلاج. تسكت يا عاطف. انت بتتكلم في امبارح ليه؟ هم بايعين المناديل والمتسولين بيعملوا الحركات دي، وبصراحه انا دمي بيتحرق. رضوان واحد من الناس مديها 300 جنيه. انا ما اديتهاش هي، انا طلعتهم لله. وبعدين اتكلم عن نفسك، انت بتتكلم عني انا ليه؟ الله يسامحك، بس اقسم بالله ما كدبت على حد. انا فعلا كنت بلم فلوس عشان اجيب لي علاج لام جميله، بس معاش فلوس تجيب لي علاج. كانت بتصرخ من كتر الالم. لما رحت لها بالفلوس قالت لي عبد التواب بيه بعت اخوها عاصم جاب لها العلاج، وما رضتش تاخد الفلوس، قالت لي هترجعهم لاصحابهم لا تحطيهم في جامع. فانت يا بيه خد ال 10 جنيه بتوعك اهي، وانت يا سعاده البيه خد ال 300 جنيه بتوعك. يعني انت يا عاطف عملت الفيلم ده كله عشان 10 جنيه؟ لا والله يا حسام بيه انا ما اقصدش. انا والله مش عارف اقول ايه. اديها الفلوس اللي انت لميتيها وقول لها حاجه جايلك من باب الله، ما تردهاش. ما بتاخدش فلوس شحاته يا بيه، ده اللي بيديها اكتر من علبه المناديل. بتقول لا، خد حقك واديني حقي. هتاخدوا الفلوس واروح احطها في جامع. انا مش هاخد حاجه، ولو هي مش هتاخدهم حطيهم في جامع. وانا كمان مش هاخد حاجه. يلا يا عشان اروحك، عايز اروح اشوف شغلي. بص يا جميل، خد الفلوس دي واعتبري نفسك اشتغلتي وروحي. ماما قالت لي ما اخدش فلوس من حد، والمرة اللي فاتت اللي ادتني فيها الفلوس زعلت مني قوي، وانا مش هزعلها تاني. قول لماما الرزق بتاع ربنا ويفاض بيه على ناس عشان يختبرهم، فلما الإنسان يكون محتاج وياخد من الناس مش عيب. العيب إنه يكون مش محتاج وياخد من الناس. روحيها لأمها. يلا يا جميل. انا بحبك قوي قد الدنيا دي كلها يا ماما، ولو كان ليا بابا كنت احبه كمان ويجيب لي لعب زي ابو كندا صاحبتي. يا حبيبتي انت ليكي بابا وبيحبك أوي كمان. هو فين بس يا ماما؟ حبيبتي انا قلتلك ان هو مسافر. يبقى ما بيحبنيش، عشان لو كان بيحبني كان جاي يشوف. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نار. يا دنيا المر فيكي طعمه وانا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.